ان هو انقطع على التدريبات وان هو عامل مشكله هناك، وهو قال بما معناه يعني ان الناس ضحكت عليه في العقد عشان يقضي باقي الموسم كله قاعد في البيت، والزمالك بيدخل ويتفاوض ويقدر يحل المشكله ويرجعه تاني الموسم اللي بعده. ولكن محمد ابراهيم اللي سافر البرتغال مش هو خالص محمد ابراهيم اللي رجع منها. سوء حظه كمان انه اتعرض لكسر في عظمه الشظيه بعد ما رجع على طول، غاب بعدها لفتره طويله، ومن ساعتها محمد ابراهيم قعد مع الزمالك لحد 2019 وما قدرش يعود مره اخرى لمستواه ولا يستعيد بريقه، عشان اداره الزمالك تقرر في 2020 تبيعه لمصر المقاصه. وقدم اداء كويس الى حد ما مع المقاصه، وابتدى يطلع كلام ان الاهلي وبيراميدز عايزينه، ولكن كعاده الانديه المصريه يعني بيبالغوا قوي في اسعار اللعيبه اللي الاهلي والزمالك بيطلبوها. فالمقاصه طلبت في محمد ابراهيم بس 15 مليون، وفي اخر السنه باعوه هو واربع لعيبه تانيين لسيراميكا كيلوباترا ب 27 مليون عشان يتواجد من ساعتها لحد دلوقتي مع فرقه سيراميكا. ودلوقتي محمد ابراهيم بقى عنده 31 سنه، ونقدر بكل اريحيه نقول انه لعيب اتلفه قرار خاطئ.